السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هكمل شرح في الواي كيو بلجن. قبل ما بنبدا نشتغل في اي اداه، او نستخدم اي امر في البلجن ده، لازم نظبط اول حاجه اليونتس، تاني حاجه السكيل. زي ما اتفقنا قبل كده، اليونتس بنظبطها منين؟ من الواي كيو سيستم سيت اب. تمام. بنظبط السيت ديفولت يونت. بنختار اليونت بالمتر. انا كل واحد بيشتغل بالوحده اللي هو يعني حابب يكمل فيها بعدين. انا دايما بشتغل بوحده المتر. طيب تاني حاجه بظبطها السكيل منين؟ من واي كيو سيستم سيت اب. بننزل تحت كده نختار حاجه اسمها سيت سكيل، نضغط عليه ونختار السكيل 1/1000. لو احنا شغالين بالمتر يعني نعمل اوكي. تمام. النهارده بقى باذن الله انا هشرح قائمه الدايمنشن موديفاي. انا قبل كده كنت شرحت قائمه الدايمنشن درو، النهارده هنشرح قائمه الدايمنشن موديفاي. اول امر معانا اسمه ايه adjust text position. ده بيظبط ايه؟ ده بيظبط التكست على الدايمنشن اللي احنا خدناه. طيب لو انا ضغطت عليه كده عشان نفهم الامر، مثلا انا هبوظ بس الدايمنشن ده كده، يعني الدايمنشن والتكست بعيد عن الدايمنشن ده، ورجعت للامر تاني، هضغط كده على الدايمنشن واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ التكست اتظبط على الدايمنشن، يبقى الامر ده مسؤول عن كده. طيب تاني امر معانا اسمه extend dimension line. لو انا ضغطت عليه عشان افهم بس كده الامر، همسح بس الدايمنشن ده وارجع الامر تاني اللي هو اسمه ايه extend، واقوم جاي ضغط على الدايمنشن ده، اعمل انتر. تمام. واضغط على النقطة الجديدة تاني او extend. هضغط على الدايمنشن وببك النقطة الجديدة. عمل ايه؟ الامر ده مختص لو انا عايزة يعني كنت قايسه ما بين خط وخط، عايزه اقيس ما بين خط، ازود بقى الدايمنشن ده خليه يمشي ما بين الخط والخط اللي بعده، فالامر ده بيعمل كده. تمام. طيب الامر اللي بعده، احنا في دايمنشن موديفاي، سبليت اكستندد انتو ميني. تمام. ده بيعمل ايه؟ ده بيحول. ده عكس الامر اللي قبله. يعني انا هضغط على الدايمنشن تاني، او هضغط على الدايمنشن سيلكت اوبجكت. تمام. وبعد كده هضغط على الايه؟ على البوينت. فانا عايزه من النقطه دي. ايه اللي حصل؟ قسم الخط اللي انا كنت لسه محولاه ما بين الخط مثلا اكس، مثلا انا هسمي ده اكس 2 وده اكس 4، لا قسمه خلاه ما بين اكس 2 و3 و4. يبقى الامر ده عكس الامر اللي قبله. طيب الامر الميرج دايمنشن. طيب تمام. ميرج دايمنشن ده بيعمل ايه؟ بيرجع يضم الدايمنشن تاني. فانا لو اخترت الاثنين وعملت انتر، رجع ضمهم تاني. يبقى الدايمنشن ده زي الدايمنشن اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو رقم 2. يعني الاتنين دول شبه بعض. اللي هو مين؟ سبليت اكستند. تمام. والميرج ده، الاتنين دول بيشتغلوا زي بعض. طيب الامر اللي بعد كده الاين. الاوامر اللي هي كلها اللي بعدها، اللي هي الالاين ديفينيشن والالاين دايمنشن والالاين فيت الفيكس، كل الكلام ده مختص بايه؟ احنا عندنا قلنا اي امر دايمنشن بيبقى موجود عندنا التكست والخط والعلامات اللي هي من الجنب دي، اللي هو اللاين ده طالع كده ونازل على الشمال واليمين. فالاوامر دي بتظبط الخطوط دي. طيب احنا لو جينا اشتغلنا كده في الخط اللي هو بتاع اللي هو الامر اللي بعد كده dimension modify، احنا في align definition. ده كده بيعمل ايه؟ لو ضغطنا على ده كده، ايه اللي حصل؟ خلى الخطوط اللي على الاطراف في السماحيه ان انا احركها، ازود اغير في الطول بتاعها. تمام. يبقى الامر ده عمل كده مثلا اهو، عمل كده. تمام. الامر اللي بعد كده dimension modify تاني، الاونلاين dimension modify. ده كله بقى بيشتغل على الحاجات دي. يعني لو مرينا عليها سريعا كده، لو انا مسكت تاني كده الدايمنشن وعملت له انتر، نفس الموضوع بس من ايه؟ من فوق. خلي بالنا ان هو كان قبل كده الامر ان انا بحرك من تحت لفوق، ده من فوق لتحت. فالاوامر دي كلها مختصه ان انا اظبط شكل الدايمنشن. وده مش مهم قوي، لان انا ببقى اشتغل لو انا برسم في رسمه كاد ان شاء الله بعد كده لما اجي اعملها، فانا بيبقى عندي كل مكان بيبقى له زي فورمات معينه، فاحنا بنظبط على فورمات المكان اللي احنا بنشتغل فيه. يعني بعد كده الاوفر تيرن دايمنشن تكست ده بيعمل ايه؟ انا دلوقتي حاطه التكست من تحت، لو انا عايزه احطه من فوق، سوري، لو انا عايزه احطه من تحت هضغط على الدايمنشن كده واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ خلى الدايمنشن من تحت بس عكسه. طب لو انا عايزه ارجع الدايمنشن ده تاني، كده بضغط عليه انتر هيظبط الدايمنشن تاني. الامر اللي بعد كده الدايمنشن الاوفر تيرن. خلاص. لوك تكست كونتنت ده بيعمل ايه؟ ده لو ضغطنا على الدايمنشن كده وعملنا انتر، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي التكست ده بقى لوكد، ما ينفعش ان انا اغير عليه. اللي هو الدايمنشن ده ما ينفعش ان انا اغير فيه.
القايمة اللي بعد كده اسمه reset default. دي عشان نفهمها لازم ماشي تمام. reset default value ده بيفك القفل، بيفك القفل من يعني انا كنت قافله هنا التكست ده، دلوقتي انا ضغطت عليه يعني انا رجعت القفل تاني، ممكن اغير عليه عادي، ده اغير فيه عادي، ده هفهمه مع التغيير في الامر اللي بعده. هنفهمه في الامر اللي بعده. اليونتس تو متر تمام. لو انا عايز اكتب جنب الدايمنشن ان هو القياس ده بوحده المتر، فانا بعمل ايه؟ هيظهر لي قائمه تحت اهو مكتوب 2 متر، فانا هضغط عليها واقوم جايه ضغط على التكست بتاع الدايمنشن ده انتر. ايه اللي حصل؟ كتب وحده المتر جنب الدايمنشن. طيب الامر اللي بعد كده بيعمل ايه؟ الراوند تو ذا راوند دايمنشن فاليو تمام. ده بيعمل ايه؟ ده تقريب لاقرب، يعني لو انا عايزه اقرب الارقام دي لاقرب مثلا علامه صحيحه نص، فانا مثلا لو انا عملت اقرب 1/10 وضغطت على الدايمنشن ده وعملت انتر، ايه اللي حصل؟ قربهولي لاقرب رقم واحد صحيح، 1/10 صحيح، فده تقريب، ده التقريب تمام. لو جينا رجعنا تاني في الدايمنشن موديفاي وعملنا امر ريسيت ديفولت فاليو اللي انا قلت لكم هنرجعه تاني، ريسيت ديفولت فاليو، وضغطنا على الدايمنشن ده تاني وعملنا انتر، ايه اللي حصل؟ لغى التقريب ورجع الدايمنشن زي ما كان في الاول خالص تمام. طيب الامر اللي بعد كده ده نيو دايمنشن تكست. تمام. لو ضغطنا على الامر ده وقلنا مثلا انا عايزه مثلا اكتب بدل الدايمنشن ده، انا هكتب بايدي بقى بدل الدايمنشن ده 1.5 مثلا، انا هقول ان الدايمنشن ده 2 متر تمام، واقوم جايه ضغطه على الدايمنشن وعامله اوكي، ايه اللي حصل؟ كتب ان الدايمنشن ده 2 متر، فده بنستخدمه في كده يعني. طيب الامر اللي بعد كده dimension modify around the new dimension modify move dimension text. ده بيعمل ايه؟ ده لو انا عايزه اغير، لو انا ضغطت على التكست فوق الدايمنشن وعايزه اغير مكانه، هضغط عليه كده وهلاقي التكست بيتغير معايا في اي مكان، مثلا احطه هنا في النص، فهو الامر ده بيعمل كده. طيب الدايمنشن موديفاي اخر امر ريسيت دايمنشن تكست هوم، لو انا ضغطت على التكست هلاقيه رجع وعملت انتر هلاقيه رجع في الحاله الاولانيه بتاعه تمام. شكرا.